السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، ومع اختبار الدراسات الاجتماعية. هيا أبنائي الأعزاء الترم الأول. السؤال الأول، وهذا اختبار شهر أكتوبر. أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام التالية. جبل إيه أبنائي؟ رقم 1. انظروا أبنائي الرقم 1 وستعرفون اسم هذا الجبل بجانب البحر الأحمر. هذا الجبل أبنائي يسمى جبل إيه؟ شايب البنات. 2 محمية، رقم 2 أبنائي محمية إيه؟ اللي هي يعتبر ما بين مصر والسودان، يعتبر ما بيننا وبين السودان. محمية إيه أبنائي؟ محمية جبل علبة. أما أبنائي الهضبة فهذا هضبة إيه؟ هضبة الجلف الكبير. بعد كده يا ابنائي بعد الخريطة بيقول لي ما النتائج المترتبة على هبوب رياح الخماسين على مصر في فصل الربيع. النتائج المترتبة على ذلك يا ابنائي نقول يترتب على ذلك إصابة الإنسان ببعض الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك تلف المحاصيل الزراعية، حيث تأتي هذه الرياح محملة بالرمال والأتربة. ننتقل أبنائي للسؤال التالي. الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي من العوامل التالية ساعد على الحفاظ على الآثار المصرية القديمة؟ نهر النيل، ولا جيش قوي، ولا تنوع المحاصيل، ولا مناخ مصر؟ طبعا أبناء الإجابة الصحيحة مناخ مصر. أي من العوامل التالية ساعد على الحفاظ على الآثار المصرية القديمة؟ مناخ مصر. يقع البحر الأحمر في مصر جهة إيه أبناء؟ الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ البحر الأحمر جهة الشرق أبناء الأعزاء. إذا أردت مشاهدة أشجار الجميز يمكنك الذهاب إلى محافظة الفيوم، ولا شمال سيناء، ولا جنوب سيناء، ولا مطروح؟ يجب علينا أبنائي الذهاب إلى محافظة الفيوم. تتشابه كل من خطوط الطول ودوائر العرض في أنها تستخدم في تحديد المناخ، ولا الوقت، ولا الموقع، ولا السطح؟ الموقع أبنائي الأعزاء. تصل مياه نهر النيل إلى منخفض الفيوم عن طريق ترعة إيه؟ الإسماعيلية، ولا المريوطية، ولا بحر يوسف، ولا بحر قزوين؟ الإجابة الصحيحة أبنائي بحر يوسف. بحر إيه؟ بحر يوسف. السؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات مما بين القوسين. طبعا الكلمات يا أبنائي وادي العلاقي، الاستواء، نهر عطبرة، الهضاب، البحر، بعد كده جرينتش، وادي العريش. السؤال الأول، عاش المصري القديم في بداية حياته فوق إيه يا أبنائي؟ طبعا فوق الهضاب. من روافد نهر النيل في منطقة أثيوبيا؟ طبعا يا أبنائي نهر عطبرة. نهر إيه؟ نهر عطبرة. يعرف خط الطول الرئيسي بخط إيه يا أبنائي؟ بخط جرينتش. من الأودية الجافة التي تقع في الصحراء الشرقية؟ طبعا وادي العلاقي. زيادة نسبة التغيير المناخي تؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه إيه يا أبنائي؟ طبعا مياه إيه؟ البحر. مياه البحر. كده يا أبنائي انتهى الاختبار الأول. نذهب إلى اختبار دراسات اجتماعية للصف الخامس الابتدائي، اختبار الثاني إن شاء الله. هذه أيضا أبنائي الاختبار يبدأ بخريطة صماء. أمام خريطة صماء لمصر اكتب مدلول الأرقام التالية. يشير رقم 1 إلى ممر ملاحي، اللي هو إيه يا أبنائي؟ اللي هو طبعا على خليج السويس، يسمى طبعا أبنائي ملاحي، اللي هو قناة السويس. يشير رقم 2 أبنائي إلى مدار. هذه المدار أبنائي يسمى مدار إيه؟ الذي يمر بجنوب مصر يسمى مدار السرطان. مدار إيه؟ السرطان. مدار السرطان. يشير رقم 3 إلى البحر، طبعا البحر المتوسط اللي هو في شمال مصر عند الإسكندرية. بما تفسر أهمية دوائر العرض. أهمية دوائر العرض أبنائي حيث تفيد في تحديد الأماكن شمالا وجنوبا، ومعرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. ننتقل أبنائي إلى السؤال الثاني. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تقع معظم أراضي الدولة المصرية ضمن إقليم البحر المتوسط. إجابة طبعا أبنائي خطأ. إجابة خطأ. تفيد دوائر العرض في حساب الوقت بين مدينتين. إجابة خطأ. تحلية مياه البحر من الوسائل التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية. إجابة صواب. اهتم ملوك الدولة الوسطى بخوض العديد من المعارك الحربية. إجابة خطأ. استخدم المصريون القدماء النباتات الطبيعية في علاج بعض الأمراض. إجابة طبعا أبنائي الأعزاء
إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تساعد خطوط الطول في تحديد المناخ ولا الوقت ولا الفصل ولا الشهر؟ طبعا أبنائي الأعزاء بنختار الوقت. أي من المحافظات المصرية التالية تأثرت إيجابيا بحفر قناة السويس؟ بورسعيد ولا القاهرة ولا مطروح ولا الغردقة؟ الإجابة الصحيحة أبنائي بورسعيد. عاش المصري القديم في بداية حياته فوق إيه أبنائي؟ الجبال ولا الهضاب ولا التلال ولا السهول؟ فوق الهضاب. تتساقط الثلوج على الجبال العالية مثل جبل كاترين في فصل ايه يا ابنائي؟ الصيف ولا الخريف ولا الشتاء ولا الربيع؟ عندنا في مصر يا ابنائي طبعا في فصل ايه؟ الشتاء. اي من المحميات المصرية الآتية تعد المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة من أوروبا وآسيا؟ الزرانيق ولا رأس محمد ولا أشتوم الجميل ولا نبق؟ الأولى أبنائي الزرانيق هي الإجابة الصحيحة، هي الإجابة إيه؟ الصحيحة.